كاين عالم مظلم، عالم ما كيتفتحش الا اللي عندهم الجرأة. اليوم غادي نحكي لكم على اخطر الطقوس اللي دخلات الناس في الطريق ما رجعوش منها. هذه هي طقوس السحر الاسود. الفيديو ديالنا غادي يكون تحذيري ماشي تعليمي. السحر الأسود أقدم وأخطر أنواع السحر، ماشي لعب، كيعتمد على الدم والقرابين والاتصال بعوالم خفية. بزاف جربوه بدوافع الفضول، ولكن الثمن كان حياتهم. من أخطر الطقوس اللي كاينة طقس الدم. الساحر كيستعمل دمه كيرسم رموز غريبة على الأرض. كيقولوا أن هاد الطقس كيستدعي كيانات شيطانية وما كيرجعوش يخليوك بحالك. ثانيا طقس القرابين. في أماكن معزولة كيتقدم الدم ديال الحيوانات قربان. ثالثا طقس الدمية، واللي فيها الساحر أو الساحرة كياخدوا دمية صغيرة مصنوعة من شعر وثوب شخص معين اللي بغاو يسحروا ليه. كل إبرة كتغرس فيه كتوجع الضحية بلا ما كيحس علاش. وأخيرا طقس المراية. الأجواء ليل، شمعة وحدة ومراية. الساحر كينطق كلمات غريبة، فجأة الوجه كيبان ماشي ديالو. واحد الساحرة في هايتي جربات طقس الفودو. الناس اللي حضروا قسموا أنهم شافوا جثة كتحرك. وفي أمريكا اللاتينية مجموعة شباب جربوا استدعاء. تاني يوم واحد منهم فقد العقل ديالو وما رجعش طبيعي. أما في شمال إفريقيا كاين حكايات على ناس مشاو للجبال يديروا طقوس بالدم وما تلقاوش تاني. هاد الطقوس ماشي مجرد خرافة، وحتى اللي كيجربوها للضحك أو الفضول كيلقاو راسهم في مسار خطير. بعضهم مرض، بعضهم تختفى، والبعض الآخر ما قادرش يشرح شنو شاف. السحر الأسود ماشي وسيلة للمتعة وماشي لعبة للفضول. أي تعامل مع السحر هو بيع للنفس وفتح باب العالم مظلم كيصعب تسدو من بعد. واللي كيظن أنه كيتحكم في القوى الخفية كينسى أن الثمن غالي، حياتك، صحتك وحتى روحك.